حرامي عربيات تاب وحلف ما يرجع للغلط تاني، لكن للأسف ابنه جاله مرض القلب ومحتاج عملية ب9 ملايين و500 ألف. يا ترى هيعمل ايه؟ ده اللي هنشوفه مع الفيلم النيجيري توكومبو. بيبدأ الفيلم بالبطل توكومبو وهو سارق عربية كالعادة، يتفاجئ ان بنزينها خلص، جاب جيركن بنزين وهو بيمونها يتفاجئ ان الشرطة مراقباه، خد العربية وجري وهم وراه. بأثناء المطاردة اتصلت مراته عليه وقالت له انها بتولد ومحتاجة يكون جنبها. قام قايل لها انت عايزاني اعمل ايه؟ اغنيلك؟ يلا يا حبيبي. وكان من الواضح ان دماغه مش معاه ومش عارف يعمل ايه، لان الشرطه قربت تقبض عليه. اتصل بواحد صاحبه وقال له ساعدني بخطه 4-4-2، وهي ان هم بيلعبوا كوره يعدوه ويخلوا الشرطه ما تعرفش تعدي. وفعلا نجحت الخطه، عدوه وقفلوا الطريق والشرطه ما عرفتش تعدي وهرب منهم. وبعد كده جاله تليفون ان ربنا رزقه بولد، كان هيطير من الفرحه، خصوصا ان بقاله سنين ما بيخلفش. وبعد كده راح بالعربيه للمجرم الكبير وكان اسمه جازة. وبصراحه بقى يا جماعه انا زهقت من الاسامي المكعبله دي، وما دام دي اسامي وهميه ليه ما نسموهوش مثلا عتريس؟ لو موافق على كلامي قول لي في التعليقات. وكان جازة مجرم خطير والكل بيخاف منه، ادى لتوكومبو الفلوس ناقصين 20,000، ولما حاول يطلب باللي فاكره حقه قال له انا خصمتهم علشان كاوتش العربيه بايظ من المطارده. عمل توكومبو دكر وقال له انا مش ماشي غير لما اخد بقيه حق، لان زي ما انت عارف دي اخر عمليه ليا واقعد فتره في البيت من غير شغل. قال له ماشي عينيا، بس هدي زميلك حقه وبعد كده هديك حقك. ونتفاجئ ان زميله واحد متعلق واتبهدل ضرب، نزل على دراعه وقطعه له بكل وحشيه وبص على توكومبو وقال له ايه عايز حقك؟ لف وشه توكومبو وخدله في اسنانه ومشي. وبعد سنه ونص نكتشف ان هو تاب واشترى عربيه واشتغل سواق اوبر. وابنهم تعب فجاه وودوه المستشفى والدكتور صدمهم بانه عنده القلب ومحتاج عمليه بسرعه، ودي هتتكلف 9 ملايين و500 ألف. توكومبو قال لمراته انا هروح لعمي وهحاول استلف منه، وراح لعمه راجل الاعمال الكبير، الا ان عمه كان بيكرهه بسبب اعماله الاجراميه وخلاه ينتظر بالساعات لغايه ما هو زهق ومشي. وراح لصاحبه توشوكودي، يا لهوي على الاسامي دي، قال له انا وقعت من السما وانت سلقتني، انا ابني مرمي في مستشفى وعايز عمليه ب9 مليون و500 ليره، سلفهم لي. قال له سلفهم لك ازاي؟ انت شايف البضاعه اللي ورا منك دي كلها ما تجيبش اصلا 500,000 جنيه. قال له هديك عربيتي. قال له اعمل بيها ايه؟ قال له ما فيش حل. قال له ربنا معاك. قال له كوتومبو انا كده ما عنديش حل غير اني استلفهم من جازة المجرم الكبير. في دخلت كاترينا صاحبه مطعم جنب المحل اللي رحبت بيه وقالت له عامل ايه وازاي عيالك؟ قال لها كويسين. توشوكودو قال لها ده بيكذب عليكي، ابنه عايز عمليه بملايين، جه عشان يستلفهم مني، وانا اقسم بالله لو معايا ما كنتش اتاخرت عليه، وانا اقترحت عليه يستلفهم من جازة. بصت لهم بحزن وقامت نادها لابنها غدوين، ابنها المتبني. ولما جه غدوين افتكروا توكومبو على طول. قالت له كاترينا كوتومبو انت مش كنت حاضر في اليوم ده ولا نسيت؟ وقالت كاترينا حتى انا كمان ما سلمتش من شره، حبيت استلف منه فلوس علشان افتح مطعم، ولما رجعت له الفلوس ما سابنيش غير لما والله عيطت له ما رحمنيش، وقال لي لو ما جيتليش كل يوم هموت اهلك كلهم، ربنا ينتقم منك يا عفريس. وقالت له نصيحتي ليك مهما ازدادت الامور سوء اوعى ترجع للراجل ده. وتصعبت الامور اكتر لما الدكتور قال له انا عارف ان المبلغ كبير بس حياه ابنك متوقفه على العمليه دي في اسرع وقت، لان كل لحظه بتروح مننا بيروح معاها الامل. وفي لقطه جميله من المخرج اتحولت خلفيه المستشفى لخلفيه المكان اللي كان اخر شيء متوقع انه يروحوا، وراح لجازة وطلب يستلف منه الفلوس وتوسل اليه، لكن ادعى ان معهوش المبلغ الكبير ده. قال له كوتومبو طيب خد العربيه، وبرضه مرضيش. وكوتومبو شايف جبال الفلوس وهي بتترص قدام عينيه. مشي كوتومبو وبقى بيشتغل ليل نهار، قتل نفسه في الشغل ومن كتر التعب كان بينام على نفسه في العربيه. وفي يوم اتفاجئ بالتليفون بيرن في الكنبه اللي ورا، وكان واضح انه يخص مندوب توصيل طلبات، لان كان مكتوب فيه رساله
رسالة انه يوصل طلبية بيتزا من مكان لمكان والاجرة 100 جنيه. راح على عنوان الاستلام واستلم البيتزا، وبعد ما استلمها لقى رسالة تانية بتطلب منه يسلمها لمكان تاني، وبيطلب منه توصيل البيتزا لسواق موتوسيكل ومكتوب التفاصيل والمقابل 250,000. والصدمة والمصيبة ان التليفون كان يخص مندوب توزيع ممنوعات، وفي نفس اليوم استلم كذا طرد ووصلهم وخد بالمقابل فلوس كتير جدا. وام الولد حصل لها صدمة في المستشفى لما شافت ام تانية ابنها توفى وحالته كانت زي حالة ابنها، لان اهله ما قدروش يوفروا حق العملية. في اللحظة دي جات له رسالة انه هيتم توصيل طرد جوه عربيته، وبعتوا له مكان الاستلام. ولما راح المكان لقى واحد بيكلمه عن طريق ورقة على ازاز العربية، وبيقول له ان المهلة للتسليم 3 ساعات، وان المطلوب توصيلها على الحدود والمقابل 10 ملايين. ولما حطوا الطرد في العربية اكتشف انها بنت مخطوفة، جري عليهم مشي وسابوه. في اللحظة دي اتصلت مراته وبنبرة حزينة قالت له انها خايفة جدا ومش عايزة تخسر ابنها. رد عليها وقال لها مش هنخسره، وقعد يصرخ ويعيط زعلان انه هيرجع تاني للاجرام بعد ما تاب وبدأ صفحة جديدة ينتهي بيه الامر انه عشان سعادته يكون سبب في خطف بنت وما يعرفش مين اهلها وحالتهم ايه دلوقتي. ام البنت المخطوفة جالها تليفون ان بنتها اتخطفت. ساعتها تكون بص على البنت وشاف جنبها حقن، فحاول يتصل برقم موجود جوه التليفون اللي لقاه، لكن الرقم الذي طلبته عزيزي العميل غير موجود. قام باعت له رسالة وقال له فيها انا عايز اتكلم معاك. فجأة ورن التليفون. كوتومبو رد وقال له انت مين؟ انا الشخص اللي ساعدتك توصل لفلوس. قصدك الشخص اللي خدعني عشان اوصل هيروين واعمال كتير مشبوهه؟ وصل لك لغايه دلوقتي 350,000 مقابل اعمال بسيطه. دي حاجه كويسه ولا رايك ايه؟ انت مين؟ ومين البنت اللي معايا دي؟ سلك ما تعرفش. عرفش؟ عينيا حاضر، انا هوصلها لاقرب اسم شرطه. جايز تفهمني ساعتها. ما اظنش ان توصيل البنت للشرطه فكره كويسه لواحد في وضعك. انا عرضت عليك 10 مليون مقابل انك توصل البنت على الحدود في 3 ساعات، وممكن اضاعف لك المبلغ 3 مرات. هديلك 30 مليون نقدا. ولو رفضت شكلك عنيد وانا هوري لك حسن نيتي. بص على تليفونك. وساعتها كوتومبو شاف كل جرايمه متسجله صوت وصوره من اول ما مسك التليفون. انا بقدم العرض ده مش علشان خاطرك انت، انا بقدمه علشان خاطر ابنك المريض. ده اسمه ابتزاز. هديلك دقيقه واحده علشان تقرر. هنفذ المهم. عظيم. انت ضيعت 5 دقايق في التفاوض، بقيلك 3 ساعات الا 5 دقايق. جنبك كيس فيه مهدئات، تدي البنت حقنه كل ساعه مع جرعتها. فاضل له 25 دقيقه. بتمنى لك الحظ السعيد. واتضح لنا بعد كده ان امها مديرة البنك المركزي في نيجيريا، وبنتها اتخطفت اثناء وجودها في تمرين السباحة. ساعتها مدير الامن عرض عليها انه يبلغ وسائل الاعلام ويقفل كل مداخل البلد. قالت له شوف الصح واعمله. انتشر الخبر في وسائل الاعلام وفي البلد كلها، قفلت مداخل ومخارج البلد، وكوتومبو رجع من طريق كان اخره كمين وتصعبت الامور عليه. وفجأة صحيت البنت واتصدم كومبو، جري عليها وكتم بقها علشان ما تصرخش، وادالها الحقنه المنومه. ونامت البنت وخبط على الشباك ست وسالته البنت دي مالها؟ قال لها تعبانه وبتخاف من الحقن. قالت له اجري وديها المستشفى بسرعه. والبنت صحيت تاني ولفت جدون العربيه، وانصدمت العربيه في عمود ونزلت البنت تجري، لكن مسكها كوتومبو واتصل بصاحبه تشوكودي علشان عربيته عطلت، وقال له تعالى لي. وجاله صاحبه وخد العربيه وحط البنت فيها. تشوكودي قال له خلي بالك من العربيه عشان دي غاليه عليا. وتشوكودي شاف البنت مع توكومبو لكن ما يعرفش هي مين. لما راح على القهوة شاف في النشرة صورة البنت ومنزلين عليها مكافأة 5 ملايين ليرة. ولأن الست مديرة البنك المركزي كانت مترشحة تمسك منصب محافظ لنيجيريا بعد ما عرضت فكرة مشروع هيغير الاقتصاد في البلد، وده ما عجبش الأعداء وخطفوا بنتها. والمطلوب إنها تلغي الاجتماع اللي كان متحدد الساعة 7 يا إما يقتلوا البنت. بقت في حيرة ما بين سلامة بنتها أو مبادئها وشغلها. والمعلم تشيكودي لما سمع عن الملايين راح يبلغ عن صاحبه في الاسم وادالهم بياناته وصورته، لكنهم احتجزوه واتهموه ان هو شريك معاه. يستاهل. والخاطف كلم مديرة البنك وهددها بقتل بنتها لو ما لغتش الاجتماع ده نهائيا. قالت له انا مش هنفذ اي طلب الا لما اسمع صوت بنتي واتاكد انها بخير. قال لها انت مش في وضع فرض شروط، وعلشان انا راجل في كلمتي هبعت لك فيديو ليها. والظابط قال لهم الخبر الحلو ان هي مش معاه، لو
كانت معاه كان صورها على طول. البنت دي في عربية ماشية على طريق وأكيد هيسفروها بره الحدود. المديرة قالت له انتوا مستنين ايه؟ قال لها هندور على إبرة في قمقش. واتصل الخط الرئيسي بكوتومبو وطلب منه يصور البنت فيديو ويبعته له. ساعتها كوتومبو اتضايق جدا وضميره أنبه، فضغط عليه بانه خطف مراته وابنه وهدد كوتومبو بانه هيقتلهم. فانهار كوتومبو وقال له الا مراتي وابني اياك تقرب لهم، انا هنفذ اللي انت عايزه بس اوعى تقرب لهم. ولسه بيحاول يفوق من الصدمه سمع صوت البنت وراه وهي بتقول له انت متعصب كده ليه؟ يا عيني عليك يا كوتومبو. بص لها وكان مذهول. قالت له انا عايزه ادخل الحمام وعايزه اكل واشرب. قال لها انا هصورك فيديو وبعد كده هنفذ لك كل طلباتك. ووافقت تصور الفيديو. وجينا عند اكتر لحظه انا اتاثرت بيها شخصيا، لما الام شافت انبوبه الاكسجين مش شغاله وهي مربوطه وشايفاه بيموت قدام عينيها. ساعتها قعدت تصرخ وتستنجد بناس ما عندهمش اي ضمير ولا احساس، وان قضاء ربنا هيتنفذ مفيش محاله ولازم نرضى بيه، وان الحياه والموت ملهمش اي تدخل مننا انما كلها أسباب. لما عرف الخاطف بخبر موت ابن كوتومبو بعت له رسالة يعرفه إن بسبب فشله اتسبب في موت ابنه ويا ريته ما كان بعتها. واتصلت أم البنت بصديقها المقرب ريموند اللي كانت واثقة فيه وبتستشيره على كل صغيرة وكبيرة، ونكتشف إن ريموند هو اللي مخطط لعملية الخطف كلها. صحيح أصعب ضربة بتيجي من القريب. لما سمع كوتومبو خبر وفاة ابنه الدنيا اسودت في عينيه وحس انه مش خسر ابنه بس، ده خسر كمان كرامته ومبادئه. شريط حياته وهو عايش مع اسرته اترص قدام عينيه، ما خدش باله انه عدى على كمين وكسر كمان الحواجز. الشرطه طردته، زود السرعه اكتر، انحرفت العربيه وقعت من على الكوبري. وكمان السكرتيره الخاصه بالمديره كانت بتتكلم مع ريموند في التليفون وسمعها فرد من افراد الشرطه وبتقول له انها اتنازلت عن حاجات كتير علشان يتجوزها، وقالت له انها حزينه جدا انها باعت اقرب صديقه ليه علشانه، لكن هو طلع خسيس. والشرطه قدرت تخرج العربيه من البحر لكن ما لقيوش اي جثه. وسكرتيرة المديرة وهي خارجة بعد ما خلصت المكالمة لقت التشريفة مستنياها والكلبشات هتنور في ايديها. وبنكتشف ان كوتومبو لسه عايش وخرج هو والبنت من البحر، لكن البنت كان مغمى عليها. حاول كوتومبو يفوقها ونجح في كده، خدها وداها لكاترينا وقال لها اعتني بالبنت دي لغاية ما اجيلك. واتقبض على ريموندو وعشيقته. السكرتيرة والمديرة في مواجهته كانت مصدومة وبتقوله ليه تعمل كده؟ قامت رازعاه قلم نيجيري يعني. في اللحظة دي عصابة جازا كانوا قابضين على كوتومبو وبيعذبوا فيه، وجازا فضل يسأله عن مكان البنت. وبنكتشف ان المجرم جازا هو اللي رشح كوتومبو للمهمة دي، وكان بيقول لريموند الواد ده ذكي وهينفذها، خصوصا انه محتاج فلوس علشان ابنه عايز يعمل عملية. وجازا كان مستاء جدا من كوتومبو وبيقول له انت انسان فاشل، كل اللي طلب منك تسليم البنت على الحدود وانت ما قدرتش تعمل الحاجة البسيطة دي. فين مكان البنت؟ كوتومبو قال له لو موتني مش هقول لك عن مكانها. فجأة رجالة جازا جابوا كاترينا والبنت وقال له جازا المنطقة دي بتاعتي ومفيش إبرة بترن هنا إلا لما أسمع بيها. وكان خلاص هيموته، لكن اتفاجئنا ان كوتومبو بيستفزه ويقول له انه مش راجل علشان بيتحامى في رجالته والسلاح، وطلب منه يواجهه بالايد والجبان خسران. وحصلت مواجهه عنيفه بين جازا وكوتومبو. جازا مسك كوتومبو وقعد يضرب فيه بكل قسوه من غير رحمه بكل مكان في جسمه، وانهارت قوه كوتومبو وكان خلاص هيموت من كتر الضرب واستسلم للموت. لكن جازا استفزه وجاب سيرة ابن كوتومبو اللي مات وانه انسان فاشل وما دام ما بيعرفش يحمي ابنه خلف ليه. وده استفز كوتومبو ورجع بكامل قوته، مسك جازا من رقبته بالحبل وخنقه وكانت روحه هتطلع في ايده، لكن في اخر لحظه ساب الحبل. وجازا طلب من رجالته يجيبوا له سيف علشان يقتله، لكن كاترينا مسكت مسدس وضربت طلقه على جازا ومات. جازا يستاهل والله على اللي عمله فيها. وجات الشرطه والبنت راحت لامها، وبعد فتره والبنت في درس السباحه ومروحه امها عملت لها مفاجاه انها خرجت كوتومبو وشغلته كمان سواق عندها، والبنت فرحت جدا وقال لها كمان انا مراتي حامل. وفيلمنا خلص لكن افلامنا لسه ما خلصتش. كل اللي بتمناه انك تكون استمتعت معايا بفيلم يكون يستحق المشاهده، وان الاشتراك او الاعجاب ده بيدل على تقدير منك لتعبي. بشكركم. كان معاكم هاني فؤاد والسلام عليكم.